الحادثة دي أثرت فيا جدا جدا، وبجد قد ايه قلت الناس ما تستهزئوش بشغلهم، لانهم ممكن يفقدوا حياتهم في لحظة وانتوا بتضحكوا ومش حاسين ان هما بيموتوا قدامكم، وبتحسبوها شو ولا فقرة استعراض وهيقوموا يكملوا، هو اصلا بيموتوا، بروحهم بتطلع لبريئها قدامكم وانتوا منتظرين ان هما يقوموا. بس للأسف الحادثة دي حصلت أثرت فيا جدا جدا، وهو ان واحد توفى وهو بيأدي فقرة استعراضية. هما اللي بيجوا بيعملوا فقرات استعراضية سواء في الافتتاح المحلات أو في الحفلات قدام الأطفال، وكان لابس اللي هو الزي بتاع الغوريلا ده، مش عارفة بيتقال عليه ايه، ومرة واحدة وقع. طبعا الأطفال بيضحكوا وبيهيصوا حواليه ومنتظرين ان هو يقوم ويكمل بقية الشو، اصل دي فقرة جديدة وهيقوم يكمل معاهم ويرقص معاهم، بس ما يعرفوش ان هو بيموت مع الحر وكتمة البدلة والتعب. تعب جدا جدا، وكان وقع. لما وقع ما كانتش فقرة، لا دي كانت نهاية حياته في اللحظات الأخيرة من حياته، ومات. الناس واقفة مستنياه يقوم ويكمل الشو بتاعه، بس للأسف ما قامش. ما طولش لغاية ما ابتدوا يشكوا، وبعد كده اتفاجئوا ان هو توفى. ناس كتير قالوا لا يا جماعة ده ترند، وان هو لا حصل ان هو عايش وما ماتش واللي وبلي، بس ناس كتيرة جدا قالوا لا ان هو توفى. عموما يا جماعة ما اعتقدش يعني ان الفقرة زي كده هيبقى ايه اللي هيعملوه ترند. الناس بيقولوا ده ترند وعمل كده علشان شهر، هو لا طلع بوشه ولا اي حاجة علشان يبان ان هو ترند وان هو بيجذب مشاهدات ولايكات ولا اي حاجة. وهو مفروض فقرته دي ان هو بيرقص مع في الاحتفال مع طلبة، مع اطفال، مع الناس اللي بتبقى حواليه، انما مش ان هو يقع. ف اللي بيدافعوا او بيهاجموا معنى ادق ان هو يقولك لا ده عشان فلوس. واحد يقول لي مثلا هو بيعمل كده متوفى علشان مقابل فلوس زهيدة جدا فعلا في وسط الحر، والواحد مش طايق نفسه يعني الهدوم اللي بيبقى لابسها في عز الحر يعني، فما بالك بالبدلة تقيلة قوي دي مقفولة من كل الجوانب وفقرة طويلة، ويقولك عشان توفى عشان مقابل مبلغ او مقابل مادي شوية. فلاقي ناس تعليقاتها مستفزة جدا ويقولك لا يا عم 150 جنيه ولا 200 جنيه اللي بياخده ده، بياخد ولا 3000 جنيه. بص مش بياخد 150 ولا 3، بياخد يا عم 3 مليون جنيه. هل ده يساوي حياته او لحظة من اللي شافه وهو بيموت؟ ما اعتقدش. جرب كده تبقى في كاتمة دي مع الحر وممكن لا قدر الله يحصل لك أزمة قلبية ولا أي حاجة وتتعب ويحصل لك كده، هل ملايين الدنيا دي هتقضيك أو هتكفيك؟ هتقول مش عاوزها، عايز حياتي. ما تهاجموش الناس وتقول أصل هما بيكسبوا وبيعملوا، والله ملايين الدنيا مقابل فلوس، أو يعني فلوس قصاد حياة. أظن الكفة مش متساوية تماما. ملايين الدنيا ما تساويش ابدا حياة انسان او لحظة. هيقولك يا عم تغور الفلوس في الملايين في اي حاجة، بس كفاية نعمة الصحة والعافية. الله يرحمه ويغفر له ويسامحه، وربنا يزيدكم ويزيدنا في الصحة والعافية والشفاء لينا ولكل مريض. اللهم امين يا رب العالمين.